البارح دار الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال مقابلة صادمة على قناة فرانس 2، أكد فيها أن اعتقاله من قبل النظام الجزائري كان سياسي بحت، وحسب القول ديالو هذه ماشي مسائل قانونية عادية، فهو كيدعي أنه تستهدف لأنه تجرأ على قول الحقيقة بشأن التاريخ والحدود والصحراء. ذكر صنصال تحديدا باللي هو خلال مقابلة سابقة، وهذا الشيء كان في برنامج فرونتيير، صرح أن فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية فصلت أراضي مغربية تاريخية بحال تلمسان وهران ومعسكر وضمتها للجزائر. فاش تكلم على هذا المشكل التاريخي ديال الحدود الجزائرية المغربية، فراه تكلم على خط أحمر بالنسبة للجزائر، وزاد أن اعتقاله جا في ظل توترات دبلوماسية متصاعدة، فمنذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء ولات التصريحات المؤيدة للمغرب كثيرة بزاف عند الفرنسيين. فاش نوقع اصلا بين الجزائر وفرنسا؟ غادي نتكلموا على جوهر الازمه الجيوسياسي. في عام 2014 و2025 اتخذت فرنسا موقف واضح، ففي خطاب قدام البرلمان المغربي اكد ايمانويل ماكرون ان مستقبل الصحراء كان في اطار السياده المغربيه. هذا التصريح دار رده فعل حاده من الجزائريين. الجزائر استدعت سفيرها ونددت بالخيانه الاستراتيجيه، ومع هذا الشيء وفقا لعده تحليلات اضطرت الجزائر للتراجع، فراه وافق الرئيس تبون في النهايه على طي الصفحات الدبلوماسيه دون إجبار فرنسا على التراجع عن قرارها بشأن الصحراء. كيمثل هذا التراجع وفقا للبعض انتكاسة خطيرة للجزائر اللي ما بقاتش قادرة على استخدام قضية الصحراء كورقة ضغط مطلقة. فعلاش كتكره الجزائر المغرب لهذه الدرجة؟ كيشوف صنصال أن استياء الجزائر العميق من الرباط ماشي مجرد خصومة قديمة، بل هو شي حاجة جوهرية في النظام الجزائري، وكيشوف أن المغرب عنده تاريخ عريق كدولة. فخلال فترة الاستعمار فرنسا زعمت أنها رسمت عمدا حدود تعسفية واقتطعت أجزاء من الأراضي المغربية باش تخلق ما سيصبح الجيري، لكن وراء الحدود ابتكرت الجزائر حسب القول ديالو جبهة البوليساريو، ماشي فقط بدافع التضامن الصحراوي بل كأداة سياسية، أداة زعزعة استقرار المغرب وتبرير موقف أيديولوجي شيوعي في البداية ديالو ثوري اشتراكي من بعد لاحتواء أي نفوذ مغربي في المنطقة. كيتفق العديد من المحللين على أن جبهة البوليساريو رغم كونها حركة صحراوية تعمل أيضا جزئيا على الأقل كواجهة للسياسة الخارجية الجزائرية، وهي رافعة كتمارس من خلالها الجزائر نفوذها في المنطقة وكتحدى بها نفوذ المغرب. في الأول سلط صنصال الضوء على أن حرب الصحراء ماشي مجرد صراع إقليمي، بل هي صراع سرديات بإعادة تعريف التاريخ الاستعماري، وهادشي كيشكك في الرواية الجزائرية الرسمية حول نشأة الجزائر بعد الاستقلال. وهنا كيلامس الهوية والقومية والشرعية ديال النظام العسكري الجزائري ديال الكبرانات، وكيفاق من التوتر بين الجزائر وباريس. فمنذ اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء، الضغط على الأصوات الناقدة بحال صنصال ممكن نعتبروه اعتقاله شكل من أشكال القمع الدبلوماسي. فكل واحد كيأيد أو يغري كيبان مؤيد للمواقف المغربية كيتعتبر مشتبه به في نظر السلطات الجزائرية. وبلا ما نساو أنه في 1975 في عيد الأضحى الرئيس هواري بومدين جرى على 350 ألف مغربي نهار العيد، بمعنى في الجزائر أي واحد عنده ولو موقف بسيط ولو موقف خفيف كيدعم المغرب في أي قضية من القضايات يعتبروه خائن وخطر على بلادهم. بلا ما نتكلموا على عدد كبير ديال القيادات في الثورة الجزائرية اللي كانوا مغاربة وعدمهم الجيش الجزائري في السبعينات في العهد ديال بومدين. كيقول صنصال أن النظام الجزائري كيستخدم قضية البوليزاريو ماشي فقط لمساعدة الصحراويين، بل أيضا للحفاظ على نفوذه ضد المغرب مع تشويه سمعة أي معارضة داخلية يمكن تعجب بالنموذج المغربي، نموذج ديال الحرية والسياحة والانفتاح. هادشي حسب صنصال بمعنى النموذج الليبرالي. وهنا كيأكد صنصال أن النظام الجزائري نظام الكبرانات كيستغل هذه القضية هذه لتصفية حساباته في الداخل وباش تعطيه الشرعية في الداخل الجزائري. الصراع المغربي الجزائري الفرنسي قضية الاعتقال ديال صنصال اللي جات نتاج عليها اشنو كيعني للمستقبل؟ اول حاجه صنصال تسجن بالفعل لانه تجرأ وتكلم على اعاده تصحيح التاريخ، فهو كيرسل رساله واضحه بزاف. انتقاد الروايه الوطنيه الجزائريه كيؤدي لعقوبات قاسيه. ثانيا كاين الازمه الفرنسيه الجزائريه اللي كتجاوز مجرد دبلوماسيه، فهي كتاثر على الافراد وحريه التعبير والتحالفات الاقليميه. ببساطه لان فرنسا الدوله المدنيه العريقه العلمانيه القديمه كتعامل قدامها مع مجموعه ديال لي فولغار، مجموعه ديال الاشتراكيين الثوريين اللي ما تيفهموا والو في السياسه. القضيه الثالثه، هذا التصرف الجزائري اتجاه بوعلام صنصال كيعزز الديناميكيه بالنسبه للمغرب،
وموقفه الدبلوماسي، فهو ما كيحظاش بالاعتراف فحسب، بل كيشهد أيضا إسكات الأصوات الناقدة في الجزائر فاش كتنحاز للمغرب في قضية الصحراء المغربية. أما بالنسبة للجزائر فراه موقفها العدواني من الصحراء المغربية كيكلفها في نهاية المطاف ثمن كبير بزاف، دبلوماسي ومحلي وربما أخلاقي في نظر المجتمع الدولي.